السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين إيه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم ممبار وكمان فلفل وبتنجان بجد بطريقة حلوة جدا وسهلة، مش هياخد منكم وقت ولا مجهود. هنعمله كده على البارد، يعني هنعمله كلنا في ني، وان شاء الله هيعجبكم جدا. هنشوف المقادير بتاعتنا النهارده، وكتبت لكم المكونات كلها في الفيديو قدامكم، كمان هكتبه في صندوق الوصف، مع انه يعني سهل جدا. بس ايه، يلا بقى مش مشكله. معايا كده فلفل عفوا بصل اخضر على بصل ابيض، وحطيت عليهم فلفل اسود وملح، وبدأت كده اقلبهم مع بعض كويس. طبعا الخطوه دي حلوه جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه. هنزل دلوقتي بقى بكميه الرز بتاعتي. انا حطيت كيلو من الرز، وهبدأ افركه كده كويس مع الخلطه بتاعتي الحلوه دي. هنزل بقى بالخضره، معايا شبت، بقدونس، كزبره، قطعتهم قطع صغننه خالص، وهبدأ احطها كده على الرز وهبدأ اقلبهم كويس. نزلت كده بعصير الطماطم، طبعا حطيت كيلو من الطماطم عصرته، وهبدأ دلوقتي اقلبه كويس بقى مع الكلام ده كله. هضيف كل الكمية. بعد كده هضيف كوباية من الزيت، وهضيفها على المكونات دي كلها، وهبدأ بقى ايه اقلبهم كويس مع بعض. نزلت ب3 معالق صغيرين كده من الملح، طبعا فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، وحطيت نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وهنقلب الكلام ده كله مع بعض. لو انتي مش مشتركة عندي في القناة وبتتابعي الفيديو بتاعي، اتمنى تشترك في القناة وتفعلي زر الجرس. ولو انتي عندي في القناة، احب اقولك شكرا ومنوراني جدا جدا. بس ما تنسيش تحطي لي اللايك بقى والكومنت الحلو اللي بيعرفني ان الفيديو وصل عندكم. هبدأ دلوقتي احشي الفلفل والبتنجان الاول. طبعا انا هرصهم كده في الصينية وهسويهم زي ما هما كده. هنزود له الشوربة بقى ونغطيه ونسيبه على النار عالية، وبعد كده نهدي عليه النار. هنبدأ دلوقتي بقى في حشوة الممبار. بصوا سهل جدا والله، يعني في ناس بتحشيه بالقمع وفي ناس بتحشيه كده زي، عايزه اقول لكم بالطريقه دي سهله جدا واسرع. بنفتحه بصوابعنا الاتنين، بنبدا ندخل الرز بكل سهوله. طبعا مش بنملى الصباع للاخر، لا انا بخليه يعني متوسط زي ما انتم شايفين كده. اي رز زياده ببدا اشيله كده منه. طبعا هعمل قدامكم واحد تاني، وهشرح لكم برضو حاجه مهمه جدا جدا عشان وقعت فيها قبل كده. الدهنه اللي بتبقى في الممبار من جوه دي بتخليها زي ما هي من جوه، يعني مش بتعدلي الصباع، بتخلي الدهنه من جوه زي كده. لان في مره عملته الدهنه خليتها لبره، فالرز كله اتزحلق من جوه، كانت الدنيا يعني بايظه خالص. المهم بقى، هنبدأ كده حشيناه تمام وخلصنا. هنحط بقى مية على النار، وهحط فيها بقى الممبار طبعا. وهنزل الأطراف بتاعته الأول، وهنزله كله بنفس الطريقة. أحط بقى العيدان بتاعة الخضرة بتاعتي، وطماطم، بصل، وطماطم أنا عصراها وهحطها دلوقتي على الممبار. طبعا مش هنحط ملح. فكده هنخلص ونحطه بقى على النار. بعد ما استوى هنحطه بقى يتحمر في زيت غزير، وكمان تبقى النار عالية. هتاكلي احلى ممبار النهارده بجد، حلو جدا جدا. وكمان الفلفل والبتنجان كانوا استووا، اللهم بارك، حلوين قوي. تقدري بقى تقدمي الاكله بتاعتك الحلوه دي في يوم في رمضان، حلوه وبسيطه وما خدتش مننا وقت. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، واشوفكم فيديو جديد تاني ان شاء الله. وشكرا ليكم وسلام.